السلام عليكم. من أهم مكونات أي طرطة هي الطبقة المقرمشة. حضرتها في واحد كيكة عيد الميلاد وحبيت نشارك معكم المقادير اللي استعملت فيها. عندي 20 مليلتر ديال الزيت، 50 غرام ديال الفيتين، 100 غرام ديال الشوكولا بالحليب شوكولا غيش طبعا، وعندي 100 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش و100 غرام ديال البخاليني. غندوب الشوكولا ثم غنضيف له البخاليني ديال اللوز وغنضيف 20 مليلتر ديال الزيت، غنخلطهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضهم. ثم غادي نضيف اللوز والفويتين، طبعا المكسرات كتبقى على حسب الرغبه والاختيار. هنا في هذه المرحله كنخلط مزيان حتى نتاكد بان الشوكولاط غطى لي اللوز وغطى الفويتين. علاش؟ لان الشوكولاط الدور ديالو كيحافظنا على القرمشه. عليها كنخلطو مزيان حتى كنتاكد من ان المكسرات شربات ديك الشوكولاط وتغلفت مزيان. صافي هنايا كيكون جاهز باش نعملوه كطبقه الكروسيون في الطرطه ديالنا. هنايا بعد ما سقيت الجينواز طبعا بالسيرو، ضفت لها الكريمه اللي كنت حضرت لها هاد الطرطه هادي. هنايا كنضيف الكروسيون كطبقه رقيقه. كنفضل دائما انا هاد الطريقه هذه هي الطريقه ديالي، انها الكروسيون دائما خصو يكون طبقه رقيقه ما تكونش غليظه. علاش؟ لان الشوكولاط باقي غادي يقصح شويوش، فبالتالي لا عملنا طبقه غليظه غادي يمحلنا في التقطيع ديال الطرطه. من بعد كنغطيه بالكريمه كذلك. صافي هذا ما كان فيديو خفيف وظريف، كنتمنى ينال استحسانكم. شكرا على التعاليق الجميله وشكرا على المتابعه كذلك، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم.